السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل ستريبس. هنعمل ستريبس حلو قوي، بيبقى طعمه حلو قوي وموفر كمان. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنقول الصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اول حاجه انا عملتها، انا جبت البانيه، جبت نص كيلو من البانيه ده زي ما انتم شايفين اهو. ده جايباه جاهز، مش انا اللي مقطعاه. جبته وغسلته كويس، نقعته بالليمون والملح وطماطمايه صغيره كده. الطماطم هتقولوا لي الطماطمايه ليه؟ هقول لكم الطماطم بتشيل الزفاره، اي زفاره في الفراخ الطماطم بتشيلها بجد. جربوا ان انتوا تحطوا طماطمايه، تعصروا طماطمايه كده على الفراخ او على اي حاجه من اللي هي بتبقى زفره دي، بجد مش هتحسوا عفوا، مش هتحسوا باي زفاره خالص. دلوقتي البنانه بتاعي اهوت، انا جبته وغسلته كويس. هبتدي بقى ايه، اقطعه شرايح كده زي صوابع البطاطس. بصوا اهو، تقطعيها بقى ايه زي شرايح البطاطس كده. عايزه تقطعي بقى تخين، تقطعي رفيع، حسب ما انت عايزه. ماشي، هنجيب بقى، هنعمل الكميه بتاعتنا كلها بالطريقه دي اهو، واحده واحده بقى ايه مع بعض كده. دي بتعمليها بقى كده بيبقى موفر معاكي اكتر ما تعملي ايه البانيه حته واحده كده. هتعرفي تفرقي، يعني نص كيلو ده ممكن تكفي بيه 5 افراد، انت وعيالك وجوزك. شفتوا الشرايح عامله ازاي؟ وبعدين هنعمل لهم خلطه دلوقتي هتشوفوها. هخلص معايا تقطيع وارجع لكم تاني. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، بس بصوا النص كيلو فرط لنا قد ايه، وكله بقى نفس الحجم ده، نفس الشرايح دي اهو، كله بنفس الحجم كده، واحجامها حلوه مش وحشه اهو. بصوا بقى، انا بصراحه النور قطع ومش هعرف اصور الحته بتاعه التوابل اللي انا هعملها. انا هعمل توابل ايه، بحط بصلايه مع طماطمايه مع قرن فلفل، كل ده بضربه في الخلاط. ماشي، بصلايه مع قرن فلفل، آه مع الطماطم مع طماطمايه، كل ده. وبحط عليهم بقى ملح وفلفل وكمون وتوابل فراخ وشويه كركم صغيرين. ماشي، كل ده بحطه على بعضه. وبحط البانيه ده او الاستريبس بتاعي ده، بحط فيه، بنقعه فيه ساعه. ممكن تعمليه من بالليل وتسيبيه منقوع من بالليل في التلاجة في التتبيله ديت، بتديكي نتيجه اروع من كده. بس ايه، ساعه ما احنا هنعمله على طول، مش هنبيته. سيبيه في التتبيله دي ساعه بالظبط، ساعه واحده. وابتدي اعمليه بقى، نزليه في الفيجيتار بتاعك والبيض، وانزلي بيه على الزيت على طول. دلوقتي انا هحطه في التتبيله، هوريكم التتبيله دلوقتي. انا حطيت الملح ديت، البصلايه وطماطمايه وقرن فلفل، وحطيت الملح. ماشي، شويه كركم صغيرين
اهو. معلش هي شوكة اللي بحط بيها. شوية توابل فراخ، شوية توابل فراخ اهو. ماشي. عندك شوية بابريكا، حط شوية بابريكا. وهنقلب الخلطة دي كويس، نقلبها مع بعض. لو كده ممكن نحط شوية زيت، بس ملهاش لازمة يعني، ملهوش لازمة الزيت، لان احنا هنحط الفراخ بتاعتنا او الاستريبس بتاعنا هنحطه في ايه، في الزيت، فملهاش لازمة. كده التتبيلة بتاعتنا خلصت اهي. هننزل بقى بالاستريبس بتاعنا فيه. ما شاء الله نص كيلو، عمل لنا كمية حلوة قوي تكفي لأي حاجة. وهتقلبي بقى الاستريبس بتاعك في الخلطة دي كويس قوي. احنا في جو شتاء يعني مش محتاجة تلاجة، ممكن تسيبيها على رخامة المطبخ، تغطيها وتسيبيها على رخامة المطبخ الساعة دي. اتأكدي ان الاستريبس كله دخل فيه الخلطة دي. خلاص كده خلصنا اهو. هسيبها بقى، هغطيها ساعة، وبعد كده ايه هنشوف هنعمل فيها ايه. حلو جميل. الخلطة دي بتبقى جميلة اوي لما بتسيبيها ساعة، بتبقى تحفة. رجعت لكم تاني بعد ما نقعنا البانيه بتاعنا او الاستريبس بتاعنا ساعة. طبعا الطبق ده ضيق، هننقله في طبق اوسع منه اهو. بصوا بقى، هنعمل حاجة هنوفر فيها، حاجة حلوة قوي وهتوفر لنا برضه. طبعا احنا الايام ديت الحاجة صعبة والعيشة صعبة، فلازم في كل حاجة يبقى فيه توفير. بصوا كله خد من التتبيلة وبقى شكله حلو ازاي. هنعمل ايه بقى عشان نوفر؟ معانا بيضة واحدة، مش هنعمل بقى نرب بيض في طبق ولبن في طبق والكلام ده كله، لا، هي بيضة واحدة. هنروح مطقشينها على الاستريبس بتاعنا. بصوا استنى، هنطقشها في الطبق ده وهنقلبها كويس اهو، وهنروح نازلين بيها على الاستريبس بتاعنا. ونقلب بردك كله كويس مع بعض. زي ما انتوا عارفين يا رب الاضاءة تبقى حلوة، بس النور لسه قاطع، بقطع ساعتين 2. خلاص. دي بقى حركة موفرة معاكي جدا، مش هنحتاج بقى تشيلي من هنا تحطي في البيض وبعدين في البقسماط، لا. الحركة ديت خلاص كده هتشيلي على طول تحطي في البقسماط بتاعك. خلاص. هجيب البقسماط بقى ونعمله مع بعض. بصوا بقى، انا جبت البقسماط في طبق عندك يكون واسع، ما يكونش ضيق. ماشي. دي بقى خلطة انا عاملاها عندي وبخليها عندي في التلاجة عشان استعملها على طول. عبارة عن ايه؟ عبارة عن بقسماط وفيجيتار سايب من عند العطار وشوية دقيق اهو. دي عايزة تتنخل، هنخلها بالمدخل وارجع لكم. بصوا بقى، بصوا بقى ايه، نخلتها اهوت وخليتها ناعمة. بصوا عاملة ازاي. هنعمل ايه بقى؟ معانا شوكة، عايزة تعملي بايدك اعملي. انا ما بحبش اعمل بايدي بصراحة، لان ما بحبش الخلطة دي تلزق في ايدي. بشوكة اهو هتطلعي الحتة كده وهتعملي. طبعا انت مش هتعملي واحدة واحدة، انا بوريكم بس الاول. انا بطلع شوية اهو كده، عملنا كفرة. وهتحطي بقى جنبك. طبعا مش هنعمل واحدة واحدة، هنجيب شوية كده دي
لان لو عملنا واحده واحده مش هنخلص. فلازم ايه يا حلوين، لازم نبقى ستات شاطره كده اهو. مع ان ما فيناش ريحه الشطاره على فكره، احنا بنعملها ماشيينها بالبركه. شويه كده تطلعي بقى شويه من الاستريبس بتاعك وتغلفيه بقى. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت الكميه بتاعتي كلها. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ربنا طارح في نص كيلو البركه بجد بجد والله. يعني عايزه اقول لكم ان ده كله الطبق ده والطبق ده من نص كيلو بس. بجد هتعملي اكله موفره واكله حلوه، وعيالك هيفرحوا بيها، وبالذات ان هم بيحبوا الاستريبس ده، اذا كان في كريب ولا اذا كان في مع مكرونه ولا اذا كان هما الكريب ده وموفر معاكي بدل ما تعمليه حتت بانيه كبيره كده فعلا. ودي كمان حتت كبيره مش صغيره مش رفيعه زي المطاعم بيعملوها. المطاعم بيعملوها رفيعه جدا، لا انت بتقطعيها تقطيعه حلوه كده بحيث ان هي تبقى كويسه شكلها حلو، وهتاكل عيالك. مش زي اللي احنا بنشوفه في المطاعم، بتبقى حتت صغيره. ادي طبقين اتنين اهوت. هبتدي بقى ايه انزل بيهم في الزيت. اظن مفيش توفير اكتر من كده. البضايه مع التتبيله توفير التوفير. وابدأي بقى ايه انزلي بالحاجات دي في الزيت بتاعك. الزيت يكون سخن. اول ما تنزلي وياخد لون كده تروحي موطيه بقى عشان تستوي. هي مش هتحتاج سوا كتير يعني. خلاص ماشي. يلا بينا على الزيت بقى. بصوا بقى الزيت بتاعنا اهو حطيته يسخن. معلش علشان الاضاءه ضعيفه. واحده واحده بقى. بصوا لازم يكون الزيت سخن كده. ورصي بقى واحده جنب واحده، واحده جنب واحده كده. بجد هتعتمدوا الطريقه ديت، واي عروسه جديده لسه داخله تعمل الطريقه ديت هتوفر معاها بجد، وهتبقى معاها الحاجه طالعه حلوه جدا. طبعا معانا الميه هنعمل شويه المكرونه وبكده يبقى خلاص الاكله بتاعتنا خلصت. شويه سلطه جنبهم وخلاص. سيبوها بقى ايه لحد ما الصدمه بس الاولانيه في الزيت السخن، وبعد كده وطي تاخد بس الصدمه الاولانيه اهو. والزيت لازم يكون غزير بصراحه، لو مش غزير مش هتعرفي تاخدي ستريبس حلو. لازم الزيت يكون غزير علشان توفري في الزيت. في زيت حلو قوي عندنا هنا اسمه في حته اسمها السرجه. السرجه ديت اللي بتجيبي منها زيت سمنه كمون، بتجيبي منها كل حاجه. في هناك زيت سايب حلو كده، ممكن تجيبي منها زيت للقليه مخصوص، ده تستعمليه للقليه بس. ماشي. يلا هسيبهم بقى ايه يحمروا شويه. طبعا خلاص كده هم يعتبر نشفت شويه، خدت الصدمه الاولانيه. هوطي بقى عليها علشان تستوي حلو من جوه. تعالوا نقلب بقى مع بعض ونشوف. بجد طريقه حلوه قوي قوي. مش هتبطلي تعمليها على فكره، هتلاقيها سهله كده معاكي وحلوه وموفره. مش هتبطلي تعمليها.
ما شاء الله هي ناشفه، بس لسه ما خدتش لون برضه، هسيبها تاخد لون. عايزه اقول لكم ان هو كده لونه حلو قوي 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 قوي. بصوا المنظر، بصوا احسن من بتاع المطاعم كمان 100 مره. بصوا النار جه. والنبي الشعوب اللي بره دولت محرومين من كلمه هاه. النار جه. شايفين؟ شايفين المنظر؟ لا وكمان بان لما النور جه. طبعا انا محضره جنبي الطبق فيه مناديل بتاعه المطبخ اهو. هسيبه يتصفى بقى على المنديل ده، وبعد كده ايه هنرصه في طبق تاني. ادي اول حاجه معانا خلصت، هنحط الدور التاني وهوريلكم بقى بعد كده. بصوا انا حطيت الدور التاني اهو، بصوا عامل ازاي. يعني ما تخافيش وانت بتقلبيه لان الطبقه متماسكه اصلا، الطبقه متماسكه وجميله. بصوا عامل ازاي، هو ناشف اصلا، ناشف ازاي، حتى الكفر بتاعه ما بيفكش مهما تشدي فيه الكفر بتاعه ما بيشدش. بصوا بقى من جوه عامل ازاي، تحفه، شكله جميل جدا اهو. الكفر بتاعه ما فكش اهو، الكفر اهو، شفت القرمشه بتاعته اهو، كله على الطبيعه اهو. جربوا بقى الطريقه دي، ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. ماشي، هنطلع الدور ده خلاص ونخلص كده. خلصت، ده اخر حاجه بتتعمل. وكده خلصنا، وكمان ما بياخدش وقت وما بياخدش زيت، الزيت زي ما هو. هتصفي الزيت ده كويس قوي وتستعمليه تاني عادي خالص، ما فيهوش اي مشكله. هتقلي في البطاطس برضك وهتعملي فيه كل حاجه. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في اللايك والشير علشان يوصل لاكبر عدد. ماشي كده خلاص خلصنا. بقلب فيها وما مش خايفه الكفر يتشال ولا حاجه لان الكفر متماسك. عايزه اقول لكم بصوا، سامعين؟ سامعين عامل ازاي؟ سامعين الصوت؟ خلاص خلصنا. عايزه اقول لكم ان النص كيلو بانيه عمل لنا الكميه القمر دي. شايفين الكميه قد ايه؟ لا ونيش، سامعين ازاي؟ سامعين؟ وبكده خلصنا وعملنا المكرونه بتاعتنا. كده خلصنا اهو، وبألف هنا وشفا.